السلام عليكم. هنعمل النهاردة طريقة كفتة الفراخ بالطريقة الرهيبة دي. لو جربت تعمليها عمرك ما هتعملي صدور الفراخ تاني بانيه، ولا شيش طاووق، ولا هتعمليها اي حاجة تانية غير كفتة بالطريقة التحفة دي. جميلة جدا وهشة من جوه وتحفة. يلا نبدأ. معانا كيلو من صدور الفراخ. كيلو من صدور الفراخ. يا ريت تكون الصدور، لو انت جايباها طازة هتحطيها في التلاجة حوالي ساعة، او في الفريزر حوالي نص ساعة علشان تكون متماسكة. ليه بنحطها في التلاجة او في الفريزر؟ علشان ما تفقدش كل السوائل اللي فيها لما نفرمها. تمام. انا الصدور ديت كانت عندي في الفريزر فطلعتها يا دوب فكت نص فكة كده. بعد كده بدأت اقطعها مكعبات. تمام. وهفرمها في الكب. لو تفتكروا بقى، دي الكبة اللي انا كنت عامله لكم عليها ريفيو الفيديو اللي فات. دي اول مرة بفرم فيها الفراخ. الفرم بتاعها تحفة جدا على فكرة. هنفرم بقى الفراخ كده، مش هنخليها ناعمة قوي ولا هنخليها قطع، يعني هنخليها حاجة متوسطة. تمام. حطيت الفراخ كده في الكبة وهنديها فرمة كده. زي ما قلت لكم الفراخ دي وزنها كيلو. لو انت حابة تعملي نص كيلو مثلا، فانت هتعملي بقى نص المقادير اللي هي موجودة. ده القوام اللي احنا عايزينه في الفراخ. هفضيها بقى واخد النص التاني نفرمه. تمام كده. بنفضي بقى كل كمية الفراخ كده وناخد النص التاني نفرمه هو كمان. الطريقة دي تحفة قوي في عمايل الكفتة. طعم تحفة وهشة من جوه ولذيذة قوي. وطبعا عمايل الصدور بتبقى اصلا يعني تحس ان دمها تقيل كده على كل الاطفال، يعني محدش بيحبها. فلازم نعمل فيها حركات كده تخليهم ياكلوها يعني. فالطريقة دي جميلة قوي. كمان انت لو عندك حتة دهنة وحابة تحطيها، ممكن تحطيها. تمام، مفيش اي مشكلة، بتدي برضو طعم جميل قوي. لو انت كمان حابة تضيفي ربع معلقة بيكنج باودر عادي. بس انا ما حطيتش دهن ولا حطيت بيكنج باودر. اكتفيت بان الفراخ عندي كانت متلجة كده، فكانت متماسكة في بعضها وجميلة. ولما عملتها في السياخ، عملتها في السيخ كده، كانت مفرغة من جوه وحلوة ومحتاجتش بيكنج باودر خالص. انا مسحت الكبة بس مكان الفراخ، وحطيت بصلاية وطماطمايه، بصلايه متوسطة وطماطمايه وفلفل، فلفل احمر اللي هو الفلفل الالوان اللي هو الرومي الالوان ده. لو ما عندكيش فلفل ما فيش مشكلة، ما تحطيهوش، بس هو بيدي طعم حلو. لو حابة تستبدليه بفلفل رومي اخضر، لا بلاش. بلاش فلفل رومي اخضر، هيخليلك لونها فيه خضار كده ومش حلو. كفاية اللون الاخضر اللي هيكون في البقدونس والكزبرة اللي محطوطين، اللي احنا هنفرمهم حالا دلوقتي. تمام. انا كده فرمت البصلاية والطماطماية والفلفل الاحمر وحطيته على جنب. هفرم برضو في نفس الكبة، هفرم البقدونس وكزبرة. حوالي 15 عود، يعني اللي هو نص كوباية تقريبا، مش بنكتر يعني. تمام كده. انا كده خلصت. هنحط بقى الخضرة كده على الفراخ. هاخد بقى البصل والطماطم والفلفل اللي انا فرمته ده، هصفيه وهاخد بس التفل بتاعه، مش هاخد المية بتاعته. المية بتاعته هنحتاجها كمان شوية كده، هقول لكم هنحتاجها في ايه. هنصفيه كويس كده من المية اللي فيه. خلاص هنركنها بقى على جنب كده المية ديت. وهنستخدم بقى التفل بتاع المية ده، هنحطه على الفراخ وهنقلبه بقى كويس.
هنحط التوابل الاول. طيب، معلقة ونص ملح، معلقة صغيرة ونص. انا بستخدم معلقة صغيرة في المعيار. حطيت معلقة ونص ملح صغيرة، ومعلقة صغيرة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة بهارات. بس كده، مش هحط اكتر من كده. هقلب ده كله بقى كده مع بعضه. انا كنت جبت بس طبق كبير علشان اعرف اقلب فيه. انا جيت اصبع الكفتة، لقيتها ايه، حاسه ان هي يعني الفراخ كانت بدأت تفك، فحاسه ان هي ايه، ما بدأتش تمسك معايا قوي. فضفت كمان معلقتين بقسماط. ما اثرش فيها خالص، بالعكس خلاها متماسكه وتحفه جدا. بس معلقتين بقسماط، اللي هي او الفيجيتار، يعني اللي هو اللي بنعمل فيه البانيه ده، سواء انتي بقى عاملاه في البيت شارياه من بره، مفيش مشكله. حطي بس معلقتين. قلبته بقى كويس كده. عندي بقى سيخين من الاسياخ بتاعه الشيش طاووق. جبت صينيه كده مدهونه بالزيت. ولو عندك ورق الومنيوم اللي هو الفويل، ممكن تفرديه في الصينيه وتحطي فوقيه ورق زبده، وبعد كده ترصي. حابه تدهني الصينيه زيت وتعملي على طول كده زي ما انا عملت، مفيش مشكله. انا جبت سيخين من اللي هي الاسياخ بتاعه الشيش طاووق، 2 مش واحده، علشان تكون تخينه او سميكه شويه وتعمل فراغ في الكفتايه من جوه. ده اللي انا عايزاه. شوفوا بقت متماسكة ازاي ومش بتسيب من الاعواد. يعني هي لو ما هياش متماسكة، كانت هتنزل من العود بتاع من السيخ ده، مش هتمسك فيه. تمام. هعمل واحدة تانية معاكم، وبعد كده هكمل انا بقى الكمية كلها. بضغط عليها بس ضغطة خفيفة كده، والطول بقى والحجم حسب ما انت عايزة بقى. الطول والحجم بتاعها حسب ما انت حابة. بنضغط بس ضغطة خفيفة قوي كده، وبعد كده بنسحبها بالراحة، فبتطلع معاكي عادي، مفيش مشكلة. كده يعني، حطي ايدك تحتها كده واسحبيها. بس كده. عملت انا بقى الكمية كلها كده. شوفوا شكلها وريحتها، كان يعني بصراحة يفتح النفس، تحفة جدا بصراحة. هنحطها بقى في الفرن، وبنشغل عليها الشواية من فوق ومن تحت. بندخلها، بنشغل من فوق ومن تحت. لو عندك الشواية مش بتشتغل مع الفرن من تحت، ولعي من تحت وعليه على الاخر خالص، وبعدين بعد ما تخلصي حمري الوش. دي بقى المية اللي كانت نزلت، اللي هي بتاعت الطماطم والبصل والفلفل اللي فرمناه. انا حطيت نص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة بهارات، ونص معلقة بابريكا، وحطيت حوالي معلقة كبيرة من الصلصة، ولو عندك كاتشب تمام، ومعلقة خل. تمام كده. هقلب بقى ده كله في بعضه كويس قوي. نقلبها كده كويس. وبعد ما الفراخ بسيبها في الفرن حوالي 10 دقايق، وانا مولعة من تحت ومن فوق، وبدأت تتماسك كده، بطلعها بقى من الفرن. اهو شوفوا، بطلعها من الفرن، وابدأ ان انا ايه، ادهن الوش بتاعها بالخلطة بتاعتي دي. ده بقى اللي هيديلك اللون الجميل اللي احنا كنا شايفينه في اول الفيديو. تمام كده. كده انا كنت دهنتها كلها. هنقلبها بقى وندهن الظهر بتاعها من تحت، علشان يكون وشها زي ظهرها كله لون واحد. شوفوا، ما مسكتش في الصاج ولا اي حاجة. هندهن بقى الظهر بتاعها كده كويس، علشان تكون كلها بلون واحد. وانا بدهن من فوق كده، بدهن كمان الجوانب بتاعتها، علشان ما يبقاش من فوق ومن تحت لون والجوانب بتاعتها بيضة. لا، انا بدهن كله بالفرشة وانا ماشي عليها كده. خلاص.
هنبدأ بقى ان احنا نقلبها تاني على الوش بتاعها علشان الشكل بتاعها من فوق ما يتغيرش، لانك لما حطيتيها في الصاج من تحت بقت يعني مسوية في الصاج كده. تمام، دول كانوا شوية باقيين من الخلطة فقلت احطهم على الوش كده يعني. دخلتها بقى الفرن تاني وطلعت بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا التسوية بتاعتها من فوق زي من تحت. عملت بقى شوية كزبرة وبقدونس وشوية وبصلاية جوانح، وحطيت عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسمر وشوية خل وقلبتهم كويس وفرشتهم في الطبق، وبدأت ارص بقى الكفتة في الطبق كده علشان يبقى التقديم بتاعها حلو. والسلطة اللي تحت دي بتطلع ريحة بقى كمان على الكفتة، فبتخليها يعني تحفة جدا بصراحة. بجد طريقة تحفة قوي، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها ابدا. حلوة قوي 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 يعني. جميلة جدا وهتستسهليها اكتر من البانيه يعني. لو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.